في لحظات معينة بتعدي عليك بتخليك تبدأ تشك في نفسك، مش عشان خاطر انت مش قادر تعمل الحاجة دي، لكن عشان خاطر سمعت كلمات من ناس خلتك تحس انك قليل فعلا. زي انت مش قد كده، في ناس كتير احسن منك، خليك في مكانك افضل. عارف الكلمات دي لو فضلت تكررها في دماغك هتصدقها، وده اخطر من اي فشل. كان في شاب اسمه سليم، عمره ما كان شايف نفسه مميز أبدا، دايما شايف غيره أفضل منه، وكان كل ما يعمل حاجة كان يقارن نفسه بالناس. النتيجة عمره ما كمل أي حاجة. في يوم من الأيام بص قدام المراية، قال لنفسه أنا تعبت من مقارنة نفسي بالناس، إمتى هعيش نسختي أنا وبطل أقلد الناس. ومن هنا بدأ التغيير، بدأ سليم يعمل الحاجات اللي هو بيحبها، حتى لو ما عجبتش الناس وحتى لو ما حدش صدقه. بس كل مرة كان بيقوم فيها كان بيكتشف حاجة جديدة عن نفسه، وعرف انه مش شرط تكون كامل عشان تنجح، بس لازم تكون حقيقي علشان تعرف تعيش. الثقة بالنفس مش انك تكون افضل واحد، لكن الثقة بالنفس انك تكون حقيقي وتكون نفسك ومتقلدش حد. وكمان عارف لو انت ماشي في طريق لوحدك مش شرط تكون انت كده غلط، والناس اللي بتقلل منك بتعمل كده عشان مش قادرة توصلك ومش عارفة تعمل الحاجات اللي انت قدرت تعملها. بس عايز اقولك على حاجة، انت اللي بتسمعهم وانت كمان اللي بتديهم مفتاح ضعفك. فخدها مني نصيحة، لما تبدأ تشك في نفسك افتكر انك انت لسه عايش ولسه قادر تبدأ من جديد وتعمل الحاجات اللي انت بطلتها او اللي كنت مكسوف تعملها. وافتكر ان ربنا خلقك لسبب، والسبب ده كفيل انك انت تسيب بيه بصمة في حياتك. بس محدش شبهك ومحدش يقدر يكونك ولا يكون نسخة منك. فبطل تسمع كلام الناس وبطل تشوف نفسك بنظرة الناس ليك، وشوف نفسك بنظرة ربنا ونظرتك انت لنفسك. كلنا عندنا صوت جوه دماغنا بيقول مش كفاية تقليل من نفسك، بس الفرق بين اللي بينجح واللي بيقف مكانه ان الاول قرر ان هو يسمع صوته هو مش اصوات الناس، فعشان كده نجح. والتاني وقف مكانه وفضل برضه يسمع في كلام الناس، عشان كده ما تحركش من مكانه ابدا. فالمرة الجاية لما تيجي تبص قدام المراية ابتسم وقول لنفسك انا مش كامل بس حقيقي جدا، وده كفاية. بس وكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تدعمونا وما تنسوش برضه تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات. وسلام.